موفد دي دبليو إلى المؤتمر الحزبي للحزب الاشتراكي الألماني عبد الرحمن عمار ينضم إلينا مباشرة من برلين للمزيد. أهلا بك عبد الرحمن، ما الذي رصدته من خلال حضورك اليوم؟ أهلا ميسون، اليوم الأول تمت فيه إعادة تجديد الثقة في قيادة الحزب ساسكا إسكن ولارس كليندلباي كرئيسين للحزب، وأيضا اليوم تمت المصادقة على الكثير من القرارات تدعم المستشار في ما يخص أزمة الميزانية، أولها إصلاح آلية قانون الحد من الديون، وكذلك مسائل تتعلق بالهجرة والاندماج. ما فيما يخص استطلاعات الرأي فالكثيرون يرون هنا بأن السبب يعود إلى أن المستشار تولى الحكومة في ظل أزمات وحروب، حرب أوكرانيا والتضخم وأيضا قلة التواصل لذلك هناك رغبة في ربما ممارسة نوع من النقد الذاتي الداخلي لدى الحزب. طبعا هناك أيضا رغبة كما قال الكثيرون في كلماتهم في الدفع بالحزب وبالحكومة لإنجاح الانتقال الطاقي وأيضا العدالة الاجتماعية، وهي ملفات كانت في الملف الانتخابي، ونجح حزب شولتز في فرضها على التحالف الحكومي، حزب الليبرالي وحزب الخضر، والحزب يريد دعم المستشار في هذه النقاط والمسائل. طيب عبد الرحمن، هل كان موضوع الحرب في غزة حاضرا اليوم في نقاشات الحزب، خاصة وأن الحزب الاشتراكي فيه نسبة لا بأس بها من الأعضاء وحتى القيادات أيضا من أصول عربية وفلسطينية على وجه التحديد؟ نعم ميسون، سيكون حاضرا أكثر غدا، إذ سيحضر السفير الإسرائيلي هنا في برلين، وأيضا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي عرف مؤخرا بتصريحات منتقدة للحرب العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس، وينظر إلى أنه منحاز أكثر إلى الجانب الفلسطيني. من المنتظر أن يتطرق الجانبان لهذه الحرب. على مستوى آخر هناك الكثير من أعضاء الحزب من أصول عربية ومسلمة هم متذمرون من الحزب، ويقولون بأنه في خطابة المستشار وقيادته منحاز أكثر إلى الجانب الإسرائيلي، وربما هذه من بين أسباب تراجع شعبية الحزب، إذ يرى خبراء أنه قد يفقد الكثير من المهاجرين في هذه المسألة تحديدا. عبد الرحمن عمار، موفد دي دبليو إلى المؤتمر الحزبي للحزب الاشتراكي، كنت معنا من برلين، شكرا لك.